اول حاجه تقدر تلقاها في راسك الا نجحت الشيء اللي غادي نقول لك هو انك ما غاديش يبقاو يضرونجيو بنفس الحوايج اللي كانوا مبرزطين لك من قبل، وغادي تكون هذه صدمه بالنسبه لك. وحاجه اخرى هي انه الا ديرونجاتك شي حاجه غادي تلقى راسك كتنساها وكتدوز من ديك البيريود دغيا. اول حاجه تقدر ديرها الا كنتي عاطفي بواحد النسبه كبيره والمزاج ديالك كيتقلب دغيا، وغالبيه الاوقات كيكون المود ديالك طايح بسبب نيجاتيف ايموشن. اول حاجه تفكر فيها هي واش ضرك شي حاجه وانت ما رادش ليها البال. تقدر تكون مريض جسديا حيت بصح المرض كيغير الواحد. وثاني حاجه اللي خاصك تفحصها في راسك هي واش فيك الجوع ولا لا. بلا ما تضحك عليا جاتك هريمه ياك كندوي بصح صديقي، خاصك تضرب الجبد في راسك، رد البال داكشي اللي كتاكل، شوف راسك واش كتاخد لي فيتامين اللي محتاجهم الجسم ديالك ولا لا. كاين اللي كيدوز النهار كامل بوجبه واحده ولا جوج، ماشي حيت ما عنده ما ياكل، ما غير حيت تولف داك الروتين فاش عايش لدرجه تنسى واش شكلها ولا لا. لا هاتو قرايه ولا خدمه ولا ما فيه ما ياكل، يعني ما راشقاش ليه. هادشي اللي كنقول لك انا شخصيا عشتو، الحمد لله عقت براسي وحاولت نصلح الموقف. هادشي علاش كنقول لك تهلاو في صحتكم وفي كرشكم. مولف كتخرج من الصباح مزروب ومعطل بلا فطور، تغدا فيق شويه بكري، ولا ترافقتي مع الطلفه كيتصل قد فطور ابسط حاجه ولا كاشير ولا اللي كان كول عاد خرج، حيت عارف بلي اغلبيه ما كيفطروش في الوقت. زيد عليها حتى الا كنتي كتاكل مزيان حاول تبدل الماكله، ماشي نفس الوجبه يوميا، بدل شويه، جرب حاجه جديده. على القليله فاش تكا يكون دماغك والمود في بلاصتو، حيت تهليتي في الجسم ديالك، ما خليتيش يستنزف بزاف ديال الانرجي النهار كامل، ولا تكون على الاقل جازيتيه. جرب هاد الشيء، حاول تنظم وتمشي عليه غير واحد السيمانه، انا متاكد غتلاحظ الفرق، واخا غير بنسبه 50% احسن من قبل. اول حاجه تقدر تلقاها في راسك الا نجح هاد الشيء وهو انك ما غاديش يبقاو يديرونجيوك نفس الحوايج اللي كانوا مبرزطين لك من قبل، وغادي تكون صدمه بالنسبه لك. وحاجه اخرى انه حتى الا ديرونجاتك شي حاجه تلقى راسك كتنساها وكتدوز من ديك البيريود دغيا. هاد الشيء علاش ما فيها والو الا جربتي. فيق ودير في بالك انك تحاول تبدا بدايه جديده، وواحد القاعده حاول تفيق بكري، يعني كل نهار في نفس الوقيته. هادشي اللي كنقول لك ما غاديش يضرك وما تخسر والو الا جربتيها. راه مهمه هاد القضيه، الا كانت عندك وقيته الفياق ما منظماش وانت انسان متقلب المزاج تعاني بزاف، يعني تصعب عليك الامور. داكشي علاش ماشي مهم امتى كتحط راسك على المخده باش تنعس، واخا راه حتى هو خاصك تنظم وقيته اللي كتنعس فيها. المهم هو الوقيته فاش كتفيق تكون منظمه. كنقترح عليك 7 بار اكزومبل ولا 8، حيت غالبيه الناس هذه هي الوقيته فاش كيفيقوا. عارفه تقولي انا ماشي بحال الناس، ما خاصك تكون انسان طبيعي ودير بحاله. عندك الناس نمبر 1 والماكله نمبر 2 ونمبر 3. الا كانت امورك خارجه على السيطره فهنا كنصحك تدوي مع واحد اللي مختص اللي يعاونك تخرج من الحاله اللي انت عايش فيها. الا ما كنتيش باغي تعيش ايامات اللي جايه في حياتك كامله بحال هكا نفس الدوامه، وإلا كان عندك بزاف المشاعر سلبيه فغادي يكون صعيب عليك من الناحيه الفيزيولوجيه، حيت كتنتج هرمون التوتر، وهذا الشيء كيخليك تكبر في السن، يعني حتى هو خطير جسديا. من الاخر وجود عاطفه سلبيه وما منظماش راه واحد الحاجه اللي خطيره وما تستهزئش بها. راه ماشي مضحك اصديقي، راه صعيب حتى على الناس اللي دايرين بك. الا كان عندك شي سؤال دخل عندي التويتر ولا انستغرام واللي لتحت. تشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.